بعد 40 يوم من دفنه، الشرطة قررت أنها تفتح القبر ديالو. فما تخيلوش السر اللي غيكتشفوا، مفاجأة اللي صدماتهم هما والعائلة ديال الميت. فكيفاش وعلاش فتحوا القبر ديالو؟ هادشي اللي غادي نعرفوا اليوم، والمفاجأة اللي غتوقع في الأخير. الأصدقاء، السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم أنا غنبدا لكم القصة من واحد الفعل أولا من واحد الحدث باش ننطلقوا منه. كتبدا القصة ديالنا مع مرات مرزوق، هذا الذي توقع له هذه المشكلة هو مرزوق. المهم مرات مرزوق صونات على النسيب ديالها أولا باين مرزوق، وقالت ليه أجي عندي دغيا، راه ولدك أولا الراجل اللي ما بقاش كيتنفس، مرزوق ما بقاش كيتنفس. فنسيب جا يجري للدار عندهم ودخل كيشوف ولدو ماله، فلقاه ميت، جثة هامدة. شاف عنده شي خباش في العنق ديالو، ولكن كانوا بحال صغار، ما داش فيه. هو شاف ولدو تخلع بقى كيبكي عليه. فتما عيط للاسعاف باش يجيو يتاكدوا من داك الشيء، وفعلا لقاوه ميت. صافي تجمعات العائله وبداو كيبكيو عليه، ومن بعد دفنوه وداروا الجنازه ديالو. ولكن المشكله ماشي هنايا، هو ان خو مرزوق من بعد يومين ما دفنوا خوه، جا للدار عند مرات خوه. جا عندها، وملي دق عليها وحلت له الباب لقاها دايره المكياج في وجهها وما لابساش الابيض ومعكره. المهم نهار ليا في راسها تقول هادي زاد عندها شي ولد ولا عاد تزوجت، يعني ما على بالهاش بداك الراجل اللي مات. فقال مع راسو المهم يمكن تكوني باغا تنسى هادشي اللي وقع لراجلها، جا غير يطمئن عليها الا خاصها شي حاجه. فصافي قالها بسلامه ومشى، وبقى كيفكر في داك الشيء. ولكن دوزها. تغد ليه جا فايت من حدا دارها عاوتاني، وشافها مدخله الكاطو السقايط كما كنقولوا عاوتاني. ماليه في راسها زعما، يعني ما على بالهاش بهذا الشيء اللي واقع. وتما زاد دخلوا الشك، قال ياك ما خويا مات بشي موته ماشي حتى تما. وصافي مشى عاوتاني. فاتو ايامات تقريبا واحد السيمانه على ديك الواقعه، وهو يعيط ليه صاحبه اللي سميتو حميد. فصافي جا عنده باللوطو وركبو هو وياه ومشاو، كانوا ماشيين لواحد القهوه. ففي الطريق التليفون ديال صاحبو صونا، وملي شاف التليفون ديالو بحال هكا لقاها مرات خوه هي اللي كتصوني لصاحبو. فقال صاحبو دار عنده قال له كيفاش مرات خويا كتصوني عليك؟ في الساعة صاحبو روناه وقال له واقيلا غلطة في النمرة، هاد النمرة ما كنعرفهاش عمري شفتها. وصافي في الساعة بدلوا الموضوع. ولكن خو مرزوق باقي فيه الشك، وداك الشيء باقي كيدور في راسو، هادشي اللي كيوقع. فملي صافي كمل هو وصاحبو شربوا قهوة ورجع للدار، قرر انه غيمشي عند مرات خوه وغيواجهها بهاد الحقيقة اللي شافها، ويسولها علاش كانت تصوني التليفون ديال صاحبو. ففعلا مشى عندها وقال لها علاش كنتي تصوني لصاحبي حميد؟ فهي تخلعات، قالت له صاحبك حميد وغي بغيتو تسخر لي واحد الحاجه. ها هنا بدات الدخول عاوتاني. في الساعه زرب لها على التليفون ديالها، حيدو من يديها وبغات تحيدو ليه، ولكن دفعها طاحت في الارض. وبقى كيقلب في التليفون في الواتساب، ولقى اوديويات وميساجات اللي كيبينوا الجريمه. كيفاش؟ لقاها مصيفطه ميساج لصاحبه وكتقول ليه اجي عندي دغيا، راني عطيتو السم اللي عطيتيني، ولكن كيتوجعو غير كرشو، ما ماتش، مازال ما مات. فقال ليها في اوديو فتحي لي الباب دغيا راني جاي عندك دابا. ففتحات ليه الباب ودخل كمل على راجلها، صفاوها ليه. يعني كانوا متفقين هي وياه باش يصفيوها لراجلها ويعيشوا هي وياه الحب زعما. ولكن هادشي ماشي يكمل. فملي شاف ديك الميساجات دغيا صوني على البوليس، والبوليس جاو يجريو وشافوا التليفون ديالو وشافوا الادله، وفعلا لقاو القبض عليها وداوها للمركز عندهم. فجابوا حميد ودخلوه من الحبس. ولكن باش يتاكدوا من داك الشيء مزيان، قرروا انهم غيفتحوا القبر ديال مرزوق. فملي فتحوا القبر ديال مرزوق، هذه الصوره ديالو، قرروا انهم يديروا التحاليل باش يزيدوا يتاكدوا. ففعلا من بعد التحاليل لقاوه عنده السم في الكرش ديالو ومجيف في العنق ديالو. والسبب الرئيسي نتاع الموت ديالو هو انه تخنق، يعني من عيطات، من شافتو، من عطاتو السم وعيطات صاحبها حميد وقالت ليه انا عطيتو السم ولكن كرشو اللي كتوجعو، جا وخنقو. فتما
صافي اكتشفت القضية شنو فيها، وتحكم عليهم بالحبس وحكموا عليهم بالمؤبد بزوج. المهم هذه القصة ديال اليوم، كنتمنى تكون عجبتكم. ما تنساوناش من لايك، اشتراك في القناة إذا كنتي أول مرة تشوفنا، والسلام عليكم.